هاي، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه لكم فيديو جديد. عايزاكم حالا تنزلوا تحطوا لايك للفيديو ده. لو انت اول مره بتشوفوني ولسه مش مشتركين معايا في القناه، يا ريت تنوروني بالاشتراك من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفوني على طول. عايزه بجد اشكركم جدا على كل الكلام الحلو اللي كتبتوه لي الفيديو اللي فات. بجد كومنتاتكم بتعجبني جدا وبتفرحني. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني. ربنا يحقق لكم يا رب اللي بتتمنوه. بجد فرحتوني جدا. ربنا يفرح قلبكم زي ما بتفرحوني كده دايما. بجد كل ما بدخل وبلاقي كلمة حلوة بتكتبوها لي، بجد دي حاجة بتفرحني جدا. فبجد نفسي كده تفرحوا زي ما بتفرحوني. اول حاجة كده، انا صحيت الصبح، اول حاجة عملتها زي ما انتوا عارفين، انا نزلت وديت مهند الحضانة، ورجعت الكوكي بقى نامت. عشان هي بتنام كده شوية الصبح، فنامت بقى. قلت ادخل بقى اشوف المواعين واشوف الدنيا فيها ايه، واظبط الدنيا ونعمل حاجة حلوة مع بعض. الناس اللي تسألني بتقولي انتي بطلتي تعملي روتينات كتير في البيت، ما بتعمليش اكل في البيت الكلام ده. عايزه اقول لكم كل الفكره ان انا يعني تقريبا الاكل بتاعي دايما بيكون اكل سريع او وجبات سريعه، علشان خاطر ولادي ما بيدونيش فرصه ان انا اعمل اكل اللي هو اكل يعني اللي هو طبخ بقى وحاجات كده. لا، انا بحاول ان انا اعمل حاجات سريعه. وان شاء الله الفيديو اللي جاي او الفيديو اللي بعده هعمل لكم حاجات وجبات سريعه ان احنا نحطها في الفريزر، ان احنا نطلع ونسوي على طول. يعني ممكن نعمل بانيه متبل، ممكن نعمل برضو شيش طاووق، ممكن نعمل شاورما، ممكن نعمل فراخ تندر، ممكن نعمل فراخ تكة. بصوا حاجات كتير هعمل لكم كده وكذا وصفة للحاجات دي. تحطيها في الفريزر تطلعيها على السوا على طول، مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود، وهتسهل عليك كتير الوقفة في المطبخ. انا هنا زي ما انتوا شايفين كده، المواعين دي كانت عندي من بالليل، بس عايزة اقول لكم تقريبا المطبخ رايق. يعني هو كده ما شاء الله رايق جدا، الحمد لله. انا عايزه اقول لكم ان المطبخ عندي صغير جدا، فاي حاجه صغيره بتحس ان هو ايه، متكركب يعني. بس الحمد لله دول كانوا حبه صغيرين، يعني الموضوع ما كانش اوفر قوي. كمان انا حاولت ان انا الم الدنيا بسرعه كده عشان نعمل حاجه حلوه مع بعض. بقالي كتير ما عملتش صينيه كيكه، قلت نعمل صينيه كيكه كده مع بعض. كل مره هنبقى نعمل حاجه كده سهله وبسيطه وسريعه، والروتين بتاعنا يبقى سهل وبسيط. وكمان يا جماعه انتوا بتزهقوا من الروتين، فانا بحاول ان انا اغير لكم وانزل لكم حاجات تانية. ناس كتير كتبت لي عاوزين تحدي زي التحدي اللي احنا عملناه قبل كده انا وهاجر، فان شاء الله الفيديو اللي جاي ممكن يكون تحدي. لو انتوا عايزين الفيديو الجاي تحدي، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات عشان انزل لكم الفيديو بسرعه. هنا زي ما انتوا شايفين كده، انا خلاص تقريبا خلصت المواعين، وبشيل المواعين كده في المطبخ في المطبقيه. عايزه اقول لكم الناس اللي كانت متابعاني من زمان وكانت تسالني على المطبخ بتاعي، عايزه اقول لكم يا جماعه ان ده مش المطبخ بتاعي اصلا. انا تقريبا نص المطبخ او اكتر من نص المطبخ قصيته بسبب ان المطبخ هنا صغير جدا فمش مكفي. والناس برضو اللي عارفه، انا نقلت في الشقه دي يعني فتره مؤقته، ان شاء الله ربنا يسهل كده وانقل في شقه اوسع، لان دلوقتي ظروفي مش مستقرة خالص، والعفش بتاعي كتير، فالشقة هنا ضيقة، فبالتالي المطبخ صغير، فقصيت نص المطبخ وحطيت الجزء اللي تحت بس والمطبقية، علشان اعرف ان انا اقف في المطبخ واعرف ان انا يعني اتأقلم في الوضع ده. بس الحمد لله الى حد ما هو كويس، يعني شغال مقد الغرض. هنا بقى بصوا، عايزه اقول لكم طبعا كل حاجه بتتركن على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. كنا عاملين كشري، فقلت بقى كانوا باقيين حبة صغيرين مش كتير، فقلت بقى ان انا هلمهم على بعض كده بحيث انهم يتسخنوا ويتقلبوا مع بعض كده، كل واحد ياخد طبق والموضوع ايه كده خلص، عشان افضي الحلل دي كمان علشان تتغسل. فقلت بقى هلم بقى الرز على المكرونة على على البصل على الدمعة، عشان يتقلبوا كده مع بعض ويكون الموضوع ايه اسهل، وفي نفس الوقت ايه احط بقى المواعين في الحوض، وكمان امسح البوتاجاز، وكده نبقى شطبنا المطبخ خالص والموضوع بقى سهل ولذيذ كده. بحب دايما لما اعمل حاجة في المطبخ، خصوصا حاجة حلوة او اكل عامة، محبش الدنيا تبقى متبهدلة حواليا او الدنيا متكركبة، لازم الم كل حاجة في الاول
وبعد كده ارجع اعمل الحاجة اللي انا عايزة اعملها. وكمان اول باول بغسل كل حاجة حواليا عشان المواعين ما تبهدلش الدنيا قدامي كده، والدنيا تبقى متبهدلة ومش حلوة ولطيفة خالص. لا، الموضوع بيكون اسهل بكتير. حط في الحوض وبعد كده اول باول كده الموضوع هيكون اسهل عليكي. زي ما انتوا شفتوا كده انا جبت بقى الدقيق وجبت بولة وقلت ان انا هحط فيها المقدار بتاع الكيكة. انا الصينية عندي تقريبا مقاس 28 او مقاس 30، مش فاكرة بالظبط. هحط فيها تقريبا 3 كوبايات الا ربع، 3 كوبايات الا ربع بالمقدار اللي عندي. وهنا بقى حطيت بيكنج باودر. بس عايزه اقول لكم كيس البيكنج باودر ده كان ناقص معلقه صغيره. المعلقه الصغيره دي انا كنت حطاها قبل كده الفيديو اللي فات في صينيه البسبوسه، فهنا بقى هتاثر على الكيكه. عايزه اقول لك ما تعمليش الموضوع ده لان دي غلطه مني. انا قلت ان هي مش مشكله، مش هتاثر كتير، بس ما اديتش السبونج اللي هو المطلوب في الكيكه. يعني المفروض كانت هي محتاجه بيكنج باودر اكتر من كده، فعادي يعني. بس هي برضو كانت طلعت كويسه في الاخر. بس انا بقولك عشان انت تبقي عارفه. حطيت بقى ذره ملح، وحطيت 3 كوبايات دقيق الا ربع، وحطيت اللي هي البيكنج باودر، ونخلتهم كده علشان لو في اي حاجه في الدقيق تبقى تطلع بقى ما تبقاش موجوده. وهنا جبت الشفشق بتاع الخلاط بتاعي، وهحط بقى الحاجات اللي هي هتضرب في الخلاط. اول حاجه هحط كوبايه وربع سكر، بس انا زودت هنا حبه سكر زياده. تقدري تنقصي السكر وتحطي السكر على حسب ما انت عايزه. وبعد كده كوبايه الا ربع زيت، و3 بيضات، وورقتين فانيليا، ومعلقه صغيره خل، وبس كده. وكوبايه ونص حليب. تقدري تحطي لو انت عايزاها بالبرتقال تقدري تحطي كيس تانك برتقال على الخليط ده، هتطلع كلها بريحة البرتقال وهتبقى جميلة جدا وفواحة وتحفة. بس انا كنت عايزاها المرة دي بالحليب. المرة اللي فاتت كنت عاملاها بالبرتقال، واللي قبلها كنت عاملاها بالبرتقال. فقلت بقى المرة دي اغير واعملها بالحليب، هتكون حاجة تغيير بقى، مش كل مرة بقى بالبرتقال. تمام كده. هنا خلاص بقى حطيت الحليب، هحط بقى البيض وبعد كده الورقتين فانيليا، وهضرب الخليط ده. وبعد كده هنزله على المكونات الجافة بتاعتي اللي هي الدقيق، وبعد كده هنضربها مع بعض بالمضرب الكهربائي.
بصوا زي ما انتوا شفتوا كده انا ضربتهم بقى بالمضرب الكهربائي ونزلت جزء وجزء، ما نزلتوش كلهم مره واحده. وحسيت ان الخليط عندي سايب بقى، اللي هو حسيت ان هو محتاج حبه دقيق، فجبت حبه دقيق زياده وزودتهم علشان يطلع عندي الخليط مظبوط. الخطوه دي طبعا انتي بتحسيها بعد لما بتضربي كل المكونات مع بعض. لو حسيتي ان الخليط محتاج حبه دقيق بتزودي، لو الموضوع كويس خلاص بقى بتكملي على كده. عايزه اقول لكم شغلت درجه الفرن على حراره 180، وهي تقريبا بتاخد 35 دقيقه في الفرن، 30 دقيقه في الفرن و5 دقايق تحت الشوايه، وكده الموضوع هيبقى خلاص كده خد 35 دقيقه بالظبط. هنا بقى بدهن الصينيه وبعد كده هحط نزل الخليط فيها، وطبعا الفرن هتبقى سخنه عشان انا شغلتها تقريبا من 5 دقايق بالظبط. هنا الموضوع كده ما بياخدش معاكي كله اكتر من 10 دقايق وخلاص صينيه الكيكه بتكون جاهزه معاكي، وفي الاخر شكلها بيكون حلو جدا. بس زي ما قلتلك في الاخر قصدي في الاول ما تحط، يعني لما تجيبي بيكنج باودر ما تحطي الباكت كامل، ما تبقيش واخده منه. دي غلطه مني انا، فيا ريت ان انت تتجنبيها. قلت برضو اعرفكم عشان انت تبقوا ايه واخدين بالكم ومركزين. بصوا صينيه عايزه اقول لكم جميله جدا، والريحه بتاعتها كانت تحفه من الفانيليا. هنا خلاص بقى كده خلاص خلصت. بصوا هي شكلها حلو جدا وكانت حلوة، بس كانت محتاجة ان انا احط البيكنج باودر زيادة، يعني كانت محتاجة حبة بيكنج باودر زيادة، كان الموضوع كان هيكون اجمل والطف. بس برضو طلعت حلوة جدا وتحفة، وكانت كمان طرية كده وريحتها جميلة وكانت حلوة. عايزه اقولك الكيكه دي هتبقى حلوه الصبح كده معاكي وانت بتفطري، هتبقى جميله جدا. وكان عندي صوص شوكولاته، وانا بحب الصوصات دي، احب ان انا بحطها في التلاجة عندي، بتبقى جميله جدا وبستخدمها كتير. كان عندي صوص شوكولاته وكان عندي صوص فراوله وكان عندي صوص توت، فانا حطيت عليها صوص شوكولاته وكان شكلها جميل جدا. كمان لو عندك ضيوف عايزه اقولك هتقدميها بشكل حلو بشكل لطيف وهتعجبهم جدا مع كوبايه بيبسي او كوبايه حاجه ساقعه او كوبايه عصير، بجد هتكون تحفه. بصوا شكلها تحفه وطعمها تحفه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه